أمريكا عاوزة تضرب إيران بأي طريقة، تمام؟ ولكن أمريكا خايفة من قوة إيران. أيوة، حضرتك هتضحك وهتقولي أنت بتقول إيه؟ أنا اللي بقوله لك ده مظبوط 100% بعد أبحاث ودراسات. أمريكا عايزة تضرب إيران وفي نفس الوقت خايفة من إيران، من قوة إيران، وخايفة على إسرائيل، لأن أصلا أمريكا لو ضربت إيران، إيران هتضرب بالقواعد الأمريكية في الخليج، في دول الخليج، وهتضرب إسرائيل بجملة الإيه؟ القصف. لأن إيران عندها صواريخ لن تستخدم لحد الآن، صواريخ بمثابة صواريخ نووية، يعني هي غير نووية ولكن قوتها التدميرية الأقرب للدمار النووي. هتقول لي ازاي؟ اقول لك الصاروخ مثلا، لو الصاروخ النووي بينزل بيقضي على قرية او على بلدة كاملة، الصاروخ اللي عند ايران دوت اللي هو الصاروخ المحمل بالتي ان ايه، المادة اللي هي المتفجرة العادية، بيبيد القرية بنفس القوة بس بدون إشعاع، بدون إشعاعات نووية. فهو عنده صواريخ قوية جدا زي اللي عند روسيا، وممكن تكون روسيا اللي بعتها لهم، بس هو الصاروخ ده بيدمر قرية بأكملها بدون إشعاعات، يعني ليس نووي، بس صاروخ القوة التدميرية بتاعته جامدة جدا، متطورة جدا، وعنده نسبة الخطأ لا تتخطى 7 متر. يعني نسبة الخطأ 7 متر، ده أقل شيء، يعني أنت هيسيب الهدف بنسبة 90% أو 95%. فطبعا سرعته بتتخطى 18,000 كيلو في الساعة، يعني مفيش الرادارات هتلحق تشوفه، ولا في دفاعات جوية هتقدر توقعه. فهو واصل واصل فهو واصل واصل، يعني هيوصل للهدف، هيوصل للهدف، ولا رادار هيلحق يشوفه، ولا رادار